شباب، اكبر مشكل كيوقع الناس اللي خدامين، كندوي على الناس اللي خدامين ماشي اللي ما خدامينش. الناس اللي خدامين كنقصد بهم الناس اللي كيديروا مبيعات 5 فما فوق الفوق، اللي كيربحوا اكس. الله يجزيكم بخير. راه الناس ما عمرهم كيبدلوا فرقه رابحه. عندي ملاحظه كنلاحظها في بعض السيلرز، مثلا في السعودي نتورك، كيكون خدام مزيان، غادي مزيان، كيربح واحد المبلغ معين، سواء قليل سواء كثير، ماشي مهم. كيمشي لشي ايفيمون، كيسمع لشي حد، ولو يكون انا ولو يكون اي واحد، كنقولوا لك شي علم او كتسمع شي علم جديد، شنو كديروا؟ كتحبس داكشي كامل اللي كنتي كدير، وكتحاول تادابطا وتطبق داكشي اللي تقال لك من الزيرو. هذا اكبر واكبر واكبر غلط كترتكبوه، الله يجازيكم بخير. كما قال مورينيو المدرب الشهير ديال الكره، قال لك ما عمرنا كنبدلوا فرقه كتربح. دونك علاش تمشي تبدل شي حاجه خدامه؟ اذا الاخوان علاش تمشي تبدل شي حاجه خدامه؟ غتقول لي لا، راه خصنا نسمعوا، خصنا نطوروا، خصنا ناخذوا علم جديد. متفق معاك، ولكن انت نقولوا عندك واحد البيزنس مثلا، نقولوا مثلا نعطيك مثال بالسي او دي. خدام سي او دي في الخليج، كتربح واحد البروفيت مارجن ديال $5 على كل اوردر ديليفريد، وكتربح واحد البركه معينه. اوكي، مشيتي لشي ايفيمون مثلا، مشيتي للماستر مايند ديال السي او دي، سمعتي واحد البروسيس، واحد ستركتور جديده، شنو كديروا؟ كتمشيو كتحبسوا داكشي كامل اللي كنتي كدير ليه تورن اوف، كتسدو وكتمشي تحاول تادابطا مع داكشي اللي قلت لك انا، ولا قال لك سيمو، ولا الزميل ديالك، ولا واحد صاحبك، ولا صاحبتك، ولا شخص فتح عليك. انا مازال كاع ما كنقولش معاك داكشي تقال لك من اي شخص كما بغى يكون واش صحيح ولا ما صحيحش. هذا موضوع ثاني، ماشي هو البيت القصيد هنا، ولكن نفترضوا صحيح، ولكن راه ماشي خصك تريب داكشي اللي عندك باش تبدا شي حاجه جديده اللي تقدر تصدق لك. تقدر انا ما عمرنا كنريبوا دار باش نبنيو دار، الا كانت ديك الدار كتسقط. هنا عائله اللي السقوط اللي هي انك في الناقص، ولكن عندك دار هي هذيك. بغيتي تجرب علم جديد، سير لبقعه اخرى، بدا فيها شي حاجه اخرى. بمعنى ان الا انت عندك شي بيزنس معين، ارقام معينه، نظام معين، ستركتور معين، كيما بغى يكون روينه، صافي اعتبرها روينه معينه كتعطيك واحد الربح خدامه، سواء قليل سواء كثير. صافي ملي كتسمع شي واحد في شي بودكاست، في شي ايفيمون، صاحبك في القهوه، شي حاجه جديده عليك، ما تمشيش. هذه هي نصيحه، ما تمشيش ودير وتسد داكشي اللي كنتي كدير وتبدا تسمع تبغي تطبق داكشي اللي قال لك صاحبك. راه غتولي لا هنا لا هنا. واش بزاف ديال الدراري وقع لهم هذا المشكل، بزاف الدراري كيكونتاكتاوني كيقول لي راه وقع لنا هذا المشكل. اخوان، ما عمرنا كنريبوا دار باش نبنيو دار. خلاصه، شنو هو الحل؟ اخ ولا اخت، ملي كيكون عندك شي حاجه خدام بها، ان شاء الله تعتبرها ربزه، تخربيقه. صافي انت عندك تخربيقه خدامه كتعطيك فرقه رابحه. اوكي، اللي كتسمع شي حاجه عندك فضول بغيتي تجربو، ما تمشيش وتسد ودير تورن اوف داكشي اللي كيعطيك. خويا سير جرب زيرو، في منأى، في بعيد على داكشي اللي كيعطيك الربح، وجرب حتى كيكون داكشي اللي تعلمتي جديد جربتيه وعطينا ريزولت احسن، عاد ممكن تسويتشي. وماشي غير من الاول، حتى يعطيها لك شهر، شهرين، 3 شهور، مده طويله، عاد كتقول هاد الفرقه احسن من هاد الفرقه. هذه ملاحظه، عافاكم، ردوا لها البال، الله يجزيكم بخير. كما بغى يكون هذاك السيد اللي عطاك هذاك العلم، هذاك العلم ماشي كنقول لك غلط، ولكن علم لا يصلح لك. كما قلت لكم، هو علم لا يصلح لك بعد. يقدر يصلح لك امتى؟ ملي مع الوقت، وملي تيستيه وتجربوا وتخدموا وتدور بها مع الرويضه، ديك الساعه نقدروا نقولوا اوكي. دونك الخلاصه عافاك، الا عندك شي ميثود خدام بها كدير بها بيزنس سي او زومب، ما تشونجيهاش، واللي غيوقع مادام كتعطيك نتائج مربحه ايجابيه. بتعلم شي حاجه جديده، سمعتي في ايفينمون هادي، قال لك صاحبك، قال لك صاحبتك، سمعتي هنا كيما بغى يكون بغيتي تجرب داكشي، خلي داكشي خدام، سير لبقعه اخرى ورون فيها كما بغيتي. علاش رونتي عطاتك نتائج مزيانه من الجنه والناس، رونتي وعطاتك نتائج سلبيه، ماشي مشكل، كتسدها وراه ديجا داكشي اللي خدام عندك. لكم وقولوا لي في التعليقات.